السلام عليكم. قوافل قفصة الترجي الرياضي التونسي. الترجي يفوز بثلاثية على قوافل قفصة. انتصار في محله، انتصار في وقته، انتصار جاء. بالنسبة لي أنا كما قلت في الفيديو اللي فات، مباراة قفصة باش ما نهولش الأمور ونقول مصيرية. مباراة مهمة جدا جدا، مباراة قفصة، الفوز في قفصة مهم جدا جدا. قبل ما نحكي على المباراة، نحب أول حاجة نوجه تحية للكفاسة بصفة عامة، وللكفاسة في كل بلاصة، خاطر عندهم معزة خاصة في قلبي. الكفاسة الكل، باللي يحبوا الكلوب، اللي يحبوا الاسبيرونس بيان سور. الكفاسة المكشخين أقرب لقلبي، لكن تحية للكفاسة في كل بلاصة. عندي ملاحظة زادة على عدم احترام تحية العلم في ماتشواتنا في البطولة. شفناها اليوم من طرف جماهير قفصة. بون، حتى شفناها في مباراة الديربي من الملاعبية متاع الترجي الرياضي التونسي متاع النادي الافريقي. هذه برجولية. ادعو الى قرارات صارمة ضد سواء الجماهير او حتى الملاعبين اللي ما تحترمش تحية العلم او النشيد الرسمي التونسي. به، نبداو نحكيو على المباراة. الترجي الرياضي التونسي ماشي القفصة باش يرجع بثلاثة نقاط، ثلاثة نقاط تخليه في سباق البطولة. شكون اللي مازالت البطولة طويلة ما نعرفش شنو. نتيجة التعادل أو الهزيمة اليوم في قفصة راي تبعدك بنسبة كبيرة على سباق البطولة، وثلاثة نقاط اليوم في قفصة تخليك بعيد 3 بونتو على صاحب الطليعة الاتحاد المونستيري، في انتظار المباراة المتأخرة بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي اللي باش تدور غدوة في ملعب الطيب المهيري. ترجي الرياضي التونسي بعد السخط الجماهيري والغضب والأداء الغير مقنع لعديد اللاعبين في مباراة الديربي، اليوم هبط بتشكيلة جديدة، تشكيلة مغايرة لمباراة الديربي. البعض تغييرات بسبب إصابات، والبعض الآخر بسبب ضعف الأداء والمردود المحير اللي ظهر لبعض اللاعبين في مباراة الديربي، زكريا العايب، بوقرة، بوشنيبة وغيرهم من المتخاذلين. به، اليوم شفنا بشير بن سعيد في الكاج في وقتها، اما ان شاء الله يكون التغيير هذا مش لامتصاص غضب الجماهيري. بن سعيد من رايي انا يقعد في الكاج مادام يعمل في كلين شيت ومادام يعمل في مردود محترم. نفس الحكايه بشير بن سعيد، اذا اخطا يرجع من ميش للكاج. ان شاء الله يكون تغيير اليوم بشير بن سعيد ما يكونش فقط لامتصاص غضب الجماهير. بن حميده على اليسار، توغاي وجلاسي على اليمين. اليوم شفنا بن علي مكان بوشنيبة. اليوم بن علي عمل ماتش محترم جدا. ما نحبش نقول ماتش كبير خاطر أرضية الملعب، خاطر المنافس اليوم ما لعبناش ضد المنافس اللي يقولوا المنافس الكبير باش نحكمه، لكن بن علي اليوم عمل ماتش محترم جدا، كان سبب في الهدف الأول. بن علي سونتراجاته وطلعاته الكل كانت صحيحة، ودفاعيا لم يقم بأخطاء. الشوط الأول ما كانش شوط كبير، نظرا صراحة للوضعية الكارثية الملعب. راكي نقول وضعية كارثية الملعب مانيش لوش في أعذار، ونعرف اللي كل الفرق لعبت على الملعب هذا، لكن صراحة الوضعية جدا كارثية لملعب قفصة. هذاك علاش ما شفناش كرة كبيرة، وما نجموش نحكموا على الملاعبية تاع الترجي باش ما تقولش شبيه ما شدش كورة وما نعرفش شبيه الباس الفلاني ما تنجمش تكور في ارضيه كيف نكاي. وكلنا عارفين وماشيين القفصه، الناس الكل حشدنا بالتروا بوان مهما كانوا باي طريقه. ماناش مستنيين ماتش كبير لعب ولا اداء، وذا اللي صار. تقريبا اول نص ساعه ما شفنا حتى شيء، شفنا لعب متقطع، ما عدا في الدقيقه 28 اول فرصه للترجي الرياضي التونسي، اول كره مخدومه بالطبيعه. موكوانا على الجهه اليمين يطلع باس مزيان لبن علي. بن علي بدوره طلب الكرة كان ياسر ممتاز، وتوزيعها بالملي زين دين كادا حط الكرة في الفيليه. هدف لصفر للترجي الرياضي التونسي. هذا نجمو نقولوا ملخص الشوط الاول، غير انه فما في دقيقه 39 كانت مخالفه من لاري العزوني. توغاي كاد ان يضاعف النتيجه. هذا اللي صار كله في الشوط الاول. تقريبا فرصتين للترجي الرياضي التونسي، واحدة ماركات وواحدة كانت تقريبا من شباك الحارس رامي الجريدي. به، الشوط الثاني انا واحد من الناس صراحة كنت متخوف من نتيجة 1-0،
ورجع في مخي سيناريو برشا ماتشات اخرين انه كنا متفوقين في النتيجة، كانت النتيجة لصالحنا، في اخر الشوط الثاني تتقلب علينا المباراة. لكن هدف موكوانا في الدقيقة 58 صراحة ريح العباد الكل وريح جماهير الترجي الرياضي التونسي. الوقت متاعه كان باهي برشا، 2-0 فعلا. وقتها نتصور اللي المباراة ما نقولش انتهت، لكن بصفة يعني بنسبة 90% ضمننا الفوز في المباراة هذه. الياس موكوانا كل ما ياخذ الفرصة متاعه يسجل، كل ما ياخذ الفرصة متاعه يكون ناجع وخطير. نتصور موكوانا عنده بلاصة كأساسي في تشكيل الترجي الرياضي التونسي، لاعب ناجع جدا، وغير النجاعة لاعب منتظم جدا في المردود متاعه. به نمشي له دقيقة 90 دقيقة 60 سامحوني، المدرب أعمل التغييرات متاعه. علاش؟ بالنسبة للدربالي مونك دو كومبيتيسيون، يهبط تقا في بلاصتو، حاجة مزيانة انه تقا زاد رتح بعد المردود اللي عملوا في مباراة الديربي. يان ساس مكان كوناتي. به يان ساس صراحة بعد 2 بلاش، انت رابح 2 بلاش، ما نعرفش المدرب شنو هو التفكير متاعه، نحترمه برش. وبالنسبه لي انا مانيش نحكي في قرارات او اختيارات المدرب، لكن يان ساس خفت عليه من الاصابه في ملعب قفص. صراحة أنا خفت من الإصابة بملعب قفصة. حتى ينساس وقتها هبط، يعني ما عملش المباراة الكبيرة ولا عطى مردود محترم كالعادة، لكن أنا كنت نرى إنه كان ما دخلش ينساس، وكملنا عملنا دخلنا اللاعبين الشبان الآخرين، خاطر ديجا 2 بلاش يعتبر تقريبا وفات المباراة. المباراة ما وفاتش في دقيقة 58 بعد بونتو موكوانا. دقيقة 90 هدف للمعنويات كيبا سوي، الهدف الثالث في شباك رامي الجريدي. 3 بلاش نتيجة محترمة جدا، نتيجة تعطينا 3 بونتو. نقدموا في النقاط متاعنا، ما قدمناش في الترتيب، نقدموا في النقاط متاعنا. صحيح قربنا الترجي الجرجيسي، قربنا للملعب التونسي على بعد نقطة، وبعد 3 نقاط على الاتحاد المنستيري، بدون اعتبار المباراة متأخرة بين البقلاوة والنادي الرياضي الصفاقسي. نتيجة معنويات و3 نقاط مهمة جدا جدا. غدوة السي اس اس والبقلاوة، ماتش مهم جدا في الطيب المهيري بين النادي الرياضي الصفاقسي والملعب التونسي. الملعب التونسي اللي اعتقد انه عنده 24 نقطة، الملعب التونسي يفوز يولي هو في المرتبة الأولى. النادي الصفاقسي في صورة الفوز يلتحق بالنجم الرياضي الساحلي واللي عنده 20 نقطة ويرجع في الكورسة حسابيا، لأنه 20 نقطة والمتصدر 26 نقطة، دونك 6 نقاط ماهيش حاجة كبيرة. في صورة التعادل البقلاوة تطلع للمرتبة الثانية مع النادي الافريقي، وما نتصورش التعادل لا يرضي البقلاوة ولا يرضي النادي الرياضي الصفاقسي. مباراة تهمنا، مباراة فيها الملعب التونسي اللي في صورة الفوز يطلع للمرتبة الأولى. إن شاء الله بعد مباراة غدوة نشوفوا ترتيب كيفاش باش يولي. بالنسبة لي أنا نتيجة التعادل تساعد برشا الترجي الرياضي التونسي أو فوز النادي الرياضي الصفاقسي، لكن باش تطلع في ثوب البطل لازم تربح ماتشواتك الكل وما تستنى حتى حد. قالوا فما بطولة حمراء وبيضة سنة، فما بطولة حمراء وصفرة سنة، إن شاء الله فما بطولة حمراء وصفرة. لكن المباراة الجاية متاعنا لازم 3 بوان، لازم كل ماتش والماتش متاعه. عندنا مباراة كونتر صفاقس في صفاقس لازم نربحوها، وعندنا مباراة كونتر المستير في المستير زاد نربحوها. ما فما حتى نقاش تحب تهز البطولة لازم تربح المنافسين المباشرين متاعك، خاصة الاتحاد الرياضي المنستيري. بتبيع ماتش باجة في تونس إن شاء الله، ما نحبش نقول ماتش مضمون، لكن أسهل من ماتش صفاقس في صفاقس وأسهل من ماتش المستير في المستير. نربحوا ماتشواتنا الكل، وإن شاء الله إن شاء الله البطولة ما عندها وين باش تمشي السنة.